صباحكم فل. في حاجة من الحاجات اللي ما بتعجبنيش الحقيقة في بعض التيك توكرز اللي عايزين يبينوا الفرق بين مصر وألمانيا، مين أحسن من مين. هو احنا داخلين في سباق يا جماعة، سباق يعني. أنا مش فاهمة إيه الهدف إن أنا أبين إن احنا أحسن منهم أو هم أحسن مننا. إيه الهدف؟ هل لو هم أحسن مننا في حاجة وإحنا أقل، ده معناها إن إحنا وحشين؟ مع كل الناس بتتعلم. وهل لو إحنا أحسن منهم لازم نقعد نبين إحنا أحسن يعني مش فاهمة إيه المنطق. ما بيعجبنيش المقارنة. إحنا حتى في تربية الأولاد في أوروبا أو في ألمانيا بيقولك ما تقارنش نفسك بالآخرين، أنت نفسك ما تقارنش نفسك بالآخرين، لأنك بتهد نفسك لو قارنت نفسك بيهم. الآخرين دول عندهم قدرات وعندهم إمكانيات مش عندك، وأنت عندك قدرات وإمكانيات مش عندهم. إزاي تقارن حاجتين مش متساويين؟ يعني أنا مش قادرة أفهم ليه تيك توكرز أو يوتيوبرز بيطلعوا عشان يقولوا شفتوا بقى مصر فيها كذا كذا وألمانيا لسه ما عملتش. يا سلام والله. يعني كل اللي في ألمانيا ما شفتيهوش وما شفتيش إلا الوحش أو التأخير، وهو ده النقطة الوحيدة اللي شفتيها في الحياة كلها. ما شفتيش في حياتهم كلها نظام ودقة ونظافة ومحافظة على البشر ومحافظة على الحيوانات كل ده ما شفتيهوش. وما شفتيش إلا حاجة واحدة فقط، إن إحنا أحسن منهم، خلصنا بسرعة وهم لسه ما خلصوش. يعني تهريج بصراحة، تهريج. وعشان كده مش أي حد يمسك التيك توك أو يمسك اليوتيوب لازم نسمعه، لأن هما مش مؤهلين، لا هما دارسين ولا عندهم علم نفس ولا عندهم علم ماركتينج ولا عندهم. هما ناس هاوية طلعت كده من غير أي حاجة وقالت أنا أعمل تيك توك ولا واتس اسمه ايه، تيك توك ولا يوتيوب، من غير ضبط ولا رابط. عشان كده مصر لما عملت انا فرحت لما عملوا الحملة اللي عملوها ونزلوا حاسبوا الناس اللي بتتكلم غلط واللي بتعك لان ده مش شغلهم. هو اشمعنى دي الحاجة الوحيدة يعني اللي كل الناس مسموح لها تعملها؟ صباحكم فل يا باشا.